صبح صبح يا عم الحاج ومسا مسا على كل الناس الكويسة. عايز اقول لكم حاجة بسيطة جدا يا جماعة. هل اليوتيوب بيكسب فلوس؟ هل الفيسبوك بيكسب فلوس؟ هل التيك توك بيكسب فلوس؟ هل الانستجرام بيكسب فلوس؟ هل وهل 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 الحوار هنا احنا مش بنتكلم عن الارباح ولا بنتكلم على الناس اللي بتكسب فلوس. احنا النهاردة بنتكلم عن الناس اللي بيكسبوا الافات مؤلفة كل شهر، ان ما كانش كل يوم، وبيطلعوا يقولوا لك احنا ما بنكسبش من المحتوى اللي احنا بنعمله. ازاي؟ في يوتيوبرز كتير يا جماعة وصناع محتوى رقمي كتير، سواء على اليوتيوب او الفيسبوك او التيك توك او انستجرام او اي منصة، بيكسبوا الافات كل شهر. وللأسف الشديد بيضحكوا على الناس وبيقولوا لهم إن مفيش أرباح من المحتوى اللي هم بيعملوه، وإن هم بيكسبوا ملاليم وبيصرفوا قده تالت ومتلت، مع إن هم بيكسبوا آلاف مؤلفة من الدولارات كل شهر من برامج الشركاء بتاعة المنصات، سواء على اليوتيوب أو الفيسبوك أو الانستجرام أو التيك توك، بخلاف الهدايا والدعم والتبرعات والانتسابات وخلافه. بخلاف بقى الإعلانات الخارجية، الناس اللي بتعمل محتوى تقني وبيجي لها موبايلات وبيجي لها لابات وبيجي لها كاميرات وخلافه. الناس دي بتطلع تقول لك ان هم بيدفعوا تمن الحاجة اللي هم بيعرضوها وبيعملوا لها مراجعة وتقييم. انا عايز اقول لك ان كل الكلام ده هقص واشتغالة. الناس دي بتكسب مش بس من الاعلانات ولا برامج الشركاء ولا الانتسابات ولا التبرعات ولا الدعم ولا الهدايا ولا الهدايا ولا خلافه. الناس دي بتكسب كمان برضو من المنتجات اللي بتجيلها مجانا، زائد ان الاعلانات دي بتكون مدفوعة. يعني المنتجات دي هم بياخدوها وبيبيعوها، وكمان برضو بياخدوا فلوس على كل فيديو هم بيعملوه. طبعا يا جماعة ده نموذج عمل او بيزنس موديل، والناس دي بتكسب وحقها ان هي تكسب، وحلال مش حرام ولا غلط ولا عيب. لكن الواحد بيتضايق جدا لما يشوف صناع محتوى رقمي بيطلعوا يكتبوا على تويتر او الفيسبوك او انستجرام او اليوتيوب ان هم ما بيكسبوش وان هم بيدفعوا فلوس في المنتجات اللي بيعملوا لها مراجعة وتقييم. طبعا يا جماعة ده كله كده مستحيل يا جماعة. تمام؟ يعني كل الكلام ده هقص، والكلام ده انا مش بقوله من دماغي يا جماعة. انا ماسك قنوات كبيرة وبشتغل مع قنوات كبيرة وبشتغل مع يوتيوبرز كبار، وانا عارف الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين، وعندي وكالة وشركة وشبكة ومنصة، وبشتغل مع ناس تقال. وانا شخصيا في قناتي الرسمية بيجيلي اعلانات، بس بطلع اقول للناس ان انا واخد فلوس، ولما هم يشتروا انا هاخد فلوس، فانا كده كده كسبان. فما تضحكوش على الناس عشان الناس عارفة الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين.